مرحبا بكم من جديد. اليوم جبت لكم لي طابطوليط بكريمه ديال اللوز. بالنسبه لهذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضر لكم فيه على جميع التفاصيل باش تكون معكم العجينه اولا ناجحه، لان لي طابطوليط كاملين اخوتي اذا ما كانش العجينه ناجحه راه لي طابطوليط ما غادي يخرجوش ناجحين. وبالتالي انا اليوم غنعطيكم الوصفه المفصله وجميع الاسرار وجميع النصائح، فكونوا في الموعد واستفدوا معنا. اول حاجه غادي نشبرو اخوتي عندنا الزبده اللي كتكون بحراره المطبخ. هنا عندي 300 غرام ديال الزبده، اما عملوها كامله حيوانيه او عملوا نصف نصف. انا هنا عملت 200 غرام زبده نباتيه مع 100 غرام ديال الزبده حيوانيه، كنزيدوا معها 170 غرام ديال السكر الناعم. 170 غرام يعني كاس العنبه غتعملوه ما عامرش، لان الا عمرته مزيان كيوز 200 غرام وشي حاجه، عملوه ناقص شويه. كنخلطوا الزبده ديالنا مع السكر. الزبده كيف ما كنقول لكم حراره المطبخ، بعد غنضيفوا لها 2 معالق كبار ديال المايزينا، قطرات من الفاني، وكنستمروا في التحريك في هذه المرحله. واخا تحركوا الزبده مزيان ما كيهمش، واخا ترجعوها بوماد الدنيا هانيه. وكتزيدوا بيضه واحده، لان فوقاش ما كنبقاوش نعركوا ونحركوا فاش كنزيدوا الدقيق. بالنسبه للدقيق خوتي عندنا 550 غرام. 300 غرام ديال الزبده كتمشي مع 550 غرام ديال الدقيق. بيضه واحده، 2 معالق من المايزينا، وكنحركوا هادشي مزيان. لاحظوا معي الدقيق هو اخر حاجه. فاش كنخلطوا الزبده ديالنا مع المايزينا مع البيض وكنحصلوا على كريمه كتكون يعني ملسه ناعمه الملمس، غادي نضيفوا الدقيق دفعات دفعات. كنضيفوا الدقيق بدون عرك. واكد لكم اخواني اخواتي، فاش تبداو تضيفوا الدقيق ما تعركوش، غير جمعوا الخليط ديالكم كتجمعوا برؤوس الاصابع. انا غنحاول نختصر لكم الفيديو باش ما يجيش طويل وما يجيش ممل. دابا غنبقاو نضيفوا الدقيق دفعه دفعه ونجمعوا العجين ديالنا حتى كنحصلوا على هذا الشكل. فاش كنوجدوا العجين ديالنا كنضعوها في الثلاجه على الاقل نصف ساعه قبل العمل. لاحظوا القوام ديالها كيكون ما كيلتصقش طبعا وما كيكونش قاصح، كيكون بين وبين. راه اللي قلت لكم 300 غرام ديال الزبده كتمشي مع 550 غرام ديال الدقيق كافيه، وبيضه واحده. كنلفوها بلاستيك غذائي ونضعوها في الثلاجه. في هذا الاثناء غادي نوجدوا الكريمه ديال اللوز اللي غادي نعمروا بها الحشوه ديالنا. هنا عندي اخوتي كيلوغرام من اللوز مع الجوز، خلطتهم انا عملت شويه شويه. المهم كيلو كيمشي معاه 350 غرام من السكر الناعم، كنخلطوه مزيان في هذه المرحله. غنحتاجوا الزبده الحيوانيه ما يعادل 100 غرام، اما بحراره المطبخ مباشره كتخدموا بها، واما كندوبوها نتوما احرار. انا في هذه الحراره هذه ما كنحتاجش ندوبها صراحه، كنعملها بهذا الشكل هذا وكنخلط مزيان. بعد غنضيف البيض انا هزت لي 6 البيضات، ومن بعد فاش ارتاحت زدت 2 للامانه، يعني 8 البيضات هزت لي هذا الخليط هذا. قطرات من الفاني. بالنسبه للخميره ما كنستعملوهاش، اللي بغات تعمل واحد راس المعلقه الخميره ممكن، ولكن انا صراحه ما كنستعملش خميره في هذه الوصفه هذه. غير بلا خميره راه كطلع هي صراحه. كتلاحظوا كنخلطوا المكونات مزيان، وبعد غنضيفوا البيض تعملوه دفعات، تعملوه 2 3 4، وانتم كتخلطوا تتشوفوا الخليط راه خصو يكون خفيف. ومن بعد راه غادي فاش غنخليوه يرتاح واحد الساعه في الثلاجه راه غادي يجمع راسو. فاش كيجمع راسو بهذا الشكل كنزيدوا له البيض. المهم خصو يكون القوام ديالو خفيف. دابا غادي نوضعوه في الثلاجه ونخليه. بعد غادي تجبروه جمع راسو قصح، زيدوا له البيض، بيضه او بيضتين. بالنسبه للطريقه اللي كنخدموا بها لي طاغطوط، كنجبدوا العجين ديالنا من الثلاجه، كنعملوا كويرات، كنوضعوا ديك السيركل ديالنا اللي كيكونوا محفرين من القاع فوق السطح ما كيلصقش طبعا. انا كنستعمل هاد الجراره، كنعمل القاع ديال الطحين وكنبقى نضغط بها. كتسهل عليا الخدمه صراحه. بغيتو بالاصبع ديالكم ممكن، ولكن الا كان عندكم شي خشيبه بحال هيدا او شي اي حاجه، شي راه كيتباعوا الماتريال الحلويات خاصين الناس اللي باغيين يكونوا بروفيسيونيل. انا كنوري الناس المبتدئات. لاحظوا معي كنحاولوا دائما نحيدوا الزوائد من العجين باش ما تجيش العجينه غليظه طبعا. كنحصلوا على الطويصه هذه. بغيتو تزيدوا ترققوها اكثر ماشي مشكل. لاحظوا نخدم معكم وحده اخرى مره اخرى. كويره من العجين كنوضعوا غير الاسفل ديالها بالدقيق، ما كنغطسوهاش كامله. كنغطسوا ديك الخشيبه ديالنا بالدقيق وكنبقاو نوسعوا بها الحفيره ديالنا. لاحظوا معي بهذه الطريقه هذه.
بغيتو طيبوهم فارغين راه كاينه اشكال ان شاء الله غادي نشاركها معكم، بان كنعملوهم فارغين بعد كنعمرهم حتى كيطيبوا. بغيتو تستعملوا كيف ما عملت انا دابا، غنعملوا كريمه ديال اللوز. بغيتو تستعملوا حتى الكاوكاو ماشي مشكل، سنعمل لكم حتى هي الوصفه ديالها. لاحظوا اخواني اخواتي بهذه الطريقه هذه. صافي غادي نكمل الطويصات ديالنا كاملين. انا كملتهم، غادي نشبر كونفيتور اي نوع متوفر عندكم. غادي نعمل قطرات في الاسفل ديال هاد الطويصات، ما تكثروش بزاف، عملوا غير شويه. هذه كتعطي واحد التعليكه خطر فاش كتعطوا الحلوى ديالكم، كتجبر ديك الحلاوه ديال التعليكه ديال الكونفيتور في القاع. غنشبروا الخليط ديالنا في جيب حلواني. انا صراحه الخليط راه زدت خوتي 2 بيضات، يعني راه هزت لي 8 البيضات. وكنبقاو نعمروا الحفيرات ديالنا. بغيتو تعمروهم شي وتعمروهم بزاف. انا الكليانه اللي طلباتهم خاص يكونوا عند خارجين على هذاك الشيء، عمرتهم بزاف. ممكن تخليهم ناقصين شويه. بالنسبه للتزيين ديالهم زينوهم باش ما بغيتو. انا ان شاء الله غادي نزينهم طلباتهم بالإيفيلي. إيفيلي يعني رقائق اللوز. كتشبروا الطويصات ديالكم بهذا الشكل وكتوضعوها في رقائق اللوز بهذه الطريقه، وكنوضعوها في الصح اللي غيدخل الفرن. بالنسبه للنار ديال الطياب، بحال كنطيبوا الكيك، ما تعملولاش النهار مجهده، لان العجينه خضراء وخصنا طيب بالمهل. ما تزربوش عليها. يعني عملوا الفران ديالكم على 160 حتى 180، ودخلوا الحلوى ديالكم خليوها طيب على نار هادئه جدا. بعد ما كطيب الاخوان ديالي والاخوات، كندهنوا لها الوجه ديالها بالكليكوز والنباش، كيعطيها اللمعه الرائعه. اذا عجبكم الفيديو اخوتي، ما تنساوناش من التعاليق الجميله ديالكم، ما تنساوناش من اللايكات، وقولوا لي شمن حلوى ان شاء الله بغيتم بارطاجي معكم في الفيديو القادم. مع تحيات حلويات عروس الشمال، مدينه